طبعا انا لسه جاي من الصيدليه البيطريه وجايب حقن وعلاجات وكلاكوز لقوقة عشان الفيروس اللي عندها ده لو ما اتلحقش بدري بدري ممكن يوصلها ان هي تموت. وطبعا ما ينفعش اثر معاها في اي علاجات لان ده روح ما بيتكلمش وملزوم مني. وغير كده وبعيد عن اي حاجه دي جاي لي هديه ولازم انا احتفظ بيها واحافظ عليها لاجل اللي جايبها لي يعز عليا. وطبعا عم عرفت امسكها لوحدي بصعوبه عشان اديها اول حقن عضل، وبعد كده كان المفروض ان اعمل لها محلول ملح تحت الجلد عشان يعوضها عن قله الاكل وقله الشرب اللي انا مانعهم منها حسب ما الدكتوره قالت لي بالظبط. وطبعا المحلول ده بيعوضها عن اي ميه في جسمها وان هي ما يجيلهاش جفاف. وطبعا ده فيديو كامل على اليوتيوب نزل النهارده الساعه 5، يا ريت الكل يشرفني هناك. وطبعا بعد ما اديتها العلاج واديتها الحقن والمحاليل لعبتها شويه قلت ندخلها مكانها. وطبعا يا ريت لو وصلت معاها لحد هنا تعمل لي لايك من اللي بتشجعني بيه. وطبعا والله ما كان في الحسبان ان اجيب الكائن ده، بس جالي هديه وقلت ان ما ردش الهديه. وده طبعا لاول مره في حياتي ان رب حاجه زي دي. ويا ريت لو وصلت لهنا تصلي على النبي.